كابتن فهد العنزي، يعني تأكيد الكل هنا في دورة الخليج 20 يثني على أدائك الكبير مع المنتخب الكويتي. يمكن كنت أفضل لاعب قدم مستوى متميز مع المنتخب الكويتي. عندي مجموعة من الأسئلة. بداية، هل هناك عروض خارجية حصلت عليها؟ أتكلم عن النصر السعودي، وهل صحيح أنك راح تدرس هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما صار عروضات رسمية الحين، الحمد لله. بعد مباريات في الدور الأول يعني أكثر من عرض يعني خليجي. نعم. وعروضات خليجية غير العروضات اللي بأوروبا، فالحين مو نفكر بشيء، نفكر نص النهائي والنهائي ونخلي كل شيء بعد بطولة الخليج. طيب، هناك العديد من الاحاديث اللي كنا نسمعها في الايام الماضيه في مختلف وسائل الاعلام، يعني ونبغى نتاكد منك انت لانك انت صاحب الشأن فيها. بدايه، هل صحيح ان اعمامك سعوديين؟ لا، ما الحكي اللي سمعته كله كان غير صحيح، يعني ان احمل جواز سعودي او جنسيه سعوديه او والدي سعودي. لا، مواليد الكويت وولدت كويتي وتم كويتي باذن الله. ولا حتى عندك معامله في وزاره الداخليه السعوديه؟ ما عندي شيء الحين، هناك كله كان حكي بس جرايد وصحافه بس. يعني نحن سمعنا ان انت مثلا كنت تسعى، وهناك من يسعى لحصولك على الجنسيه السعوديه، واذا حصل هذا الامر معناته ما راح تمثل منتخب الكويت. هل هذا الامر صحيح؟ لا، الامر مو صحيح، وان شاء الله باذن الله بالفتره القادمه راح تشوفني طول عمري لابس الازرق ان شاء الله، وراح اخذ الجنسيه الكويتيه باذن الله. خايف من المنتخب الكويتي لاني تابعته، وخايف من هذا اللاعب تحديدا. اول غلطه والله ما غلط، تاتي الكره فهد مراوغات مر يا الله يا الله. ايوه الهمسون هذا كريستيانو. يا الله، فهد العنزي يسوي اللي يبغى. هذا راح تشوفه بعدين مع العين، مع الهلال السعودي. Feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know, but no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it. يا سلام يا لعيب، مباراة مبدع فيها فهد العنزي. فهد العنزي الآن المتألق. يا سلام ياهو لعب في الجهة اليمنى، ياهو الآن يلعب بشكل ممتاز. المنتخب السعودي يبحث عن نفسه. يا سلام يا لعيب ارحمنا يا فهد، ارحمنا من هذه الحركات. لعب على مستوى عالي، أداء على مستوى راقي، وتألق غير طبيعي من اللاعب الغير عادي. دورة الخليج اللي بالتأكيد لا ننسى فضل هذه الدورة في إبراز العديد من الأسماء، وبالتأكيد فهد العنزي هو أحد الأسماء الجديدة اللي راح تبرز في هذه البطولة. سام المولد. فهد الآن ممكن يعدي من الأول، تخلص من الثاني. فهد يحاول، فهد ممكن يتقدم. يا سلام على التمرير. يا سلام يا جماعة، هذا اللاعب ما هو عادي. في كل كرة يستلمها لازم يعدي. يا هي مهارة، يا هي موهبة. هذه المرة بالكعب. سجلوه يا جماعة، سجلوه من النجوم، سجلوه في التاريخ من الموهوبين. ياهو عامل ازعاج، ياهو عامل صداع بالنسبة للدفاع السعودي. اللاعب فهد العنزي هذا يبغي له لاعب ما يتقدم ابدا، ما له ميول هجومية ولا تروح فيها. شفنا المساحات، شفنا الانطلاقات، شفنا المراوغات. لاعب ما هو عادي، وبالتأكيد هو احد ابرز النجوم. ياهو اللاعب فهد العنزي. كل اشتراك، كل كرة 90% يروح فيها يا جماعة. هنا نجم الشوط الأول، هنا فهد العنزي يلعبها بالجهة اليمنى إلى المتألق فهد العنزي. فهد الآن يحاول فيها، فهد ممكن يعدي. فهد الآن في الجهة اليمنى. فهد اسم على مسمى كسرعة الفهد ينطلق. فهد الآن عدى من الأول، ممكن يعدي من الثاني إلى رمي التماس المنتخب الكويتي.
يعني يا انه يكسب خطأ يا انه يكسب رمي التماس ويا ان الامور تكون لصالحه. اول النجوم البارزة فهد العنزي الان. سلامات لفهد، سلامات لفهد. Salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Todd's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him 'cause he makes a living.